السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هعلمك ازاي تقف في الطابور بالطريقة الصحيحة. معلش بس يا جماعة انا ما لقيتش طابور اصوره، فانا هصور لكم اي حاجة في الخلفية، لكن بصوتي هشرح لكم الطريقة الصحيحة ازاي تقف في الطابور. بص يا صاحبي، وليكن انت مثلا صحيت الصبح رايح تجيب عيش، رايح تجيب فطار، رايح تجيب اي حاجة، فانت رحت المكان لقيت زحمة. طالما لقيت زحمة وش كده هتلاقي طابور. طبعا لقيت طابور طويل عريض يا صاحبي وانت مستعجل، لو رحت وقفت في النص او وقفت من قدام في اول الطابور هتلاقي واحد اتلفاك من قفاك وعمل معاك الصح، فبلاش تعمل الحركة دي نصيحة مني. بص يا صاحبي، طالما لقيت طابور طويل عريض، الطريقة الصحيحة انك ما تقفش في الطابور اصلا. لو راح تجيب عيش روح فرن عيش تانية وهات منها. لو ما فيش فرن عيش تانية او لقيت الفرن التانية فيها برضه طابور، يبقى ما تجيبش عيش اصلا يا صاحبي، خد بعضك واتكل على الله وروح على بيتكم. بس يا جماعة دي الطريقة الصحيحة ازاي تقف في الطابور. لو عجبتكم وفي اي مشكلة تانية عاوزين تجمعوا لها حل، ما تنسوش تكتبوها في الكومنتات وانا باذن الله اعمل لكم فيديو عنها. ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك للفيديو وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتنا الجديدة. السلام عليكم.